ويبحث عن تعويض بمواجهة صعبة مع ديالا الذي يقدم نفسه كقوة صاعدة بدورين. يبحثون في هذا الموسم عن كتابة سطر جديد في سجلات الأضواء وتثبيت أقدامهم بين الكبار، مدفوعة بحب جماهيرها الوفية بالنسبة لنادي ديالا التي لا تغيب في كل مكان. ديالا القادم من تعادل أمام نادي نفط ميسان يدخلون هذه المباراة وعينهم على تحقيق النقاط الثلاث في هذه المواجهة، وهذه جماهير ديالا التي قطعت المسافات الطويلة لكي تساند وتشجع النادي البرتقالي في هذه المباراة. نادي ديالا الذي طبعا يقوده المدرب يامن الزلفاني، يدخل بحراسة المرمى وسام محمد، ثامر الصالحي، وعلاء مهاوي، أيمن محمود، علي رحيم، وحسين يونس، مصطفى مؤيد، أياد عبد الفرحان، وأيضا وقاع رمضان، أيمن الصفاقسي، وأنس مالك. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي ديالا في هذه المباراة. على الجانب الآخر نادي النفط الذي يدخل هذه المباراة بقيادة المدرب عادل نعمة، بحراسة المرمى حسين علي جولي، وجويلة جوف الكاميروني، وكرار رزاق، أحمد خالد، وسامسون قبا ديبو المحترف النيجيري، مع المحترف البوركيني الآخر سامي هين، والمحترف محمد سادات محترف الغاني، مع ستار ياسين وحسام جاد الله ووليد كريم، والمحترف النيجري موتاري أمادو. هكذا هي صافرة البداية للحكم الدولي مهند قاسم، معلنة عن انطلاق هذه المباراة بين نادي النفط مع نادي ديالا هنا في ملعب الكابتن شرار حيدر رحمة الله عليه في هذه المباراة في الجولة 11 ضمن منافسات دوري نجوم العراق في موسم 2025-2026. هنا انطلاقة ومحاولة خطيرة للنفط، ضاعت عليك يا حسام جاد الله. القائم يتصدى للضيوف. ضاعت فرصة للنفط مع بداية المباراة في الثواني الأولى. كاد أن يسجل نادي النفط الهدف الأول في المباراة، ولكن الكرة مرت بأمان وسلام على مرمى وسام محمد في كرة كانت خطيرة جدا ولكن ضاعت على النفط في محاولة هي الأولى مع بداية المباراة. والنفط كان أن يسجل في الدقائق الأولى من هذه المباراة. هنا المدرب الحاضر المدرب يامن الزلفاني، والقيادة الناجحة مع نادي ديالا في هذا الموسم بالنسبة للمدرب نادي ديالا التونسي يامن الزلفاني. بينما هنا ركنية تأتي لمصلحة النفط مع البداية. نادي النفط في هذه المباراة التي يسعى أن يحقق انتصار في هذه المباراة، خصوصا بالنسبة لنادي النفط بعد النتائج الأخيرة في هذا الموسم. طبعا الطاقم التحكيمي الذي يقود هذه المباراة بقيادة الحكم مهند قاسم، ويساعده واثق مدلل مساعد أول، بينما علي محسن مساعد ثاني، وكرار ماجد حكم رابع، وسالم عامر وياسر هاشم في حكام في الفار. هنا ركنية لعبت عالية للأمام خطيرة داخل منطقة الجزاء بالنسبة لنادي النفط، يحاول بهذه اللحظات، ولكن الإبعاد يأتي من دفاعات نادي ديالا. عادت من جديد يحاول فيها نادي النفط مع البداية. شاهدنا فرصة وشاهدنا محاولة، بينما على الجانب الآخر نادي ديالا يبحث بكرة للأمام، ولكن كرة مرت من هناك إلى رمية تماس. في مباراة مع بدايتها شاهدنا فيها فرصة، هذا شيء رائع وجميل جدا ويعطي مؤشر عن أن المباراة ستكون قوية. هذه محاولة، ولكن الإبعاد يأتي من دفاعات نادي النفط، بينما هنا لا زال نادي ديالا يبحث ويحاول أياد عبد الفرحان تسديدة أرضية، ولكن مرت الكرة إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى لنادي النفط في محاولة كانت لمصلحة النفط. بينما هنا المدرب عادل نعمة وتوجيهاته مستمرة لهذه المباراة، الذي طبعا تحدث في المؤتمر الصحفي وقال متحمسون لهذه المباراة، وقال جاهزيتنا عالية تماما
في هذه المباراة يعني الذي يدخلها نادي النفط وعينا على تحقيق النقاط الثلاث بالنسبة لنادي النفط. الفريق القادم طبعا من خسارة من أمام نادي نوروز بهدفين مقابل لا شيء، بينما على الجانب الآخر نادي ديالى القادم من تعادل من أمام نادي نفط ميسان بهدف لهدف. نحن على أمل أن نشاهد مباراة جميلة ومثيرة هنا في ملعب الكابتن شرار حيدر، بينما اسمع هذه الجماهير، جماهير ديالى التي يعني قطعت مسافات طويلة لكي تشجع وتعازر نادي ديالى. هذه جماهير وفية، جماهير عاشقة ومحبة للنادي، وبالتأكيد هي يعني سبب رئيسي لوصول نادي ديالى ونجاحه في هذا الموسم وحتى في المواسم أو في الموسم الماضي. هذه كرة كانت ضاعت لنادي النفط عن طريق حسام جاد الله الذي أضاع فرصة كانت محققة للتسجيل لحسام جاد الله. حسام اللي طبعا لديه هدفين، كان بالإمكان أن يسجل الهدف الثالث في هذه المباراة، ولكن كرة مرت بأمان على مرمى نادي ديالى. البرتقالي في هذا الموسم هو يظهر بشكل جميل خصوصا مع بداية هذا الموسم، الفريق الذي حقيقة قدم مستويات جيدة خصوصا في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي بعد مجيء المدرب يامن الزلفاني الذي حقيقة يعني نجح في قيادة الفريق وبقاء في دوري النجوم. كرة لمصلحة نادي ديالى، من هناك بطاقة صفراء شاهدناها مع بداية اللقاء. كرة من هناك لعبت للأمام، حاول فيها بهذه اللحظات، الكرة عادت والإبعاد يأتي نادي النفط في هذا الموسم وفي هذه المباراة التي يدخلها وهو يريد التعويض، خصوصا بالنسبة لنتائج نادي النفط الأخيرة، نتائج مرة خسارة ومرة تعادل، وبالتالي يبحث عن انتصار. بينما حسام جاد الله الآن يبحث، يحاول المرور داخل منطقة الجزاء، لعب كرة للأمام ولكن الإبعاد يأتي من دفاعات نادي ديالى. عادت من جديد، يحاول فيها أحمد خالد، يا سلام هذا أحمد، يحاول المرور من أمام دفاعات نادي ديالى مع حسام جاد الله. حسام إلى ستار ياسين، ستار لعب كرة للأمام ولكن الإبعاد. الكرة عادت عند أياد عبد فرحان وعادت من جديد لمصلحة نادي ديالى، ولكن كرة مرت إلى خارج أرضية الميدان، خارج أرضية الملعب. هذا وقاع رمضان، واحد من الأسماء المميزة جدا مع نادي ديالى في هذا الموسم، اللي طبعا سجل 4 أهداف. 4 أهداف سجل وقاع رمضان في هذا الموسم لغاية الآن. سجل على نادي الأمانة، وأيضا سجل على زاخو هدفين، وسجل على الكهرباء. ويبحث في هذه المباراة وأيضا المباريات القادمة أن يكون طبعا وقاع رمضان يحاول أن يحقق انتصارات لجمهور ديالى الذي يبحث هذا الموسم أن يكون في مقدمة الترتيب. هذه الكرة الماضية اللي كانت بين مصطفى مؤيد وسامي هين اللي طبعا تلقى البطاقة الصفراء. حكم الدولي مهند قاسم، سامي هين المحترف البوركيني اللي تلقى البطاقة الصفراء، اللي طبعا سبق واللعب في كربلاء وأيضا لعب للرجاء البيضاوي المغربي. كرة الأمامية للأمام لكنها وصلت عند حارس المرمى وسام محمد، وسام اللي طبعا سبق واللعب لنادي الحدود، موجود حاليا في دوري الممتاز نادي الحدود، وأيضا سبق واللعب لنادي النجف. كرة لمصلحة وسام، لعب كرة عالية وللأمام بالراس، عادت من محمد سادات إلى سامسون قباديبو، من هناك على جهة اليمين لمصلحة أحمد خالد أو كرار رزاق في الكرة الماضية. كاع رمضان ونتائج والمستوى الجيد مع نادي ديالى في هذا الموسم. نادي ديالى هذا الموسم اللي طبعا فاز ب6 مباريات، 6 مباريات فاز بها نادي ديالى في هذا الموسم. فاز على نادي الأمانة، وفاز على نادي النجف، وفاز أيضا على زاخو، وأيضا
فاز على نادي الموصل ب يعني قرار إداري في تلك المباراة، وأيضا فاز على نادي الكهرباء بهدفين لهدف، أيضا فاز على نادي القاسم بثلاثية نظيفة. هذه نتائج نادي ديالى والانتصارات في هذا الموسم. بالنسبة لنادي ديالى أيضا تحدث عن هذا الموسم اللي حقيقة أيضا تعادل في مباراتين وأيضا خسر مباراتين. نادي ديالى الآن يجري تبديل، يدخل محمد محسن ويغادر بصفوف نادي ديالى أنس مالك إذا يغادر. تبديل سريع مشاهدة مع بداية المباراة بصفوف نادي ديالى. يشترك بهذه اللحظات محمد محسن ويغادر أنس مالك. كنت أتحدث عن نتائج نادي ديالى في هذا الموسم اللي كما ذكرت يعني تعادل في مباراتين، تعادل في مباراة الأخيرة مع نفط ميسان بهدف لهدف، وأيضا تعادل في الجولة الثامنة مع نادي أربيل بنفس النتيجة بهدف لهدف. السلامة إن شاء الله لمصطفى مؤيد، السلامة إن شاء الله مصطفى مؤيد بصفوف نادي ديالى. 16 بالنسبة لنادي ديالى، 16 هدف وعليهم 10 أهداف، وبرصيده طبعا 20 نقطة. نادي ديالى جيد جدا في هذا الموسم لغاية الآن. كرة لعبت للأمام، من هناك يحاول فيها ولكن أمام النيجيري سامسون جاباديبو والإبعاد. تماس من هناك لمصلحة مصطفى مؤيد، وهنا عاد النعمة ونظرة على هذه المباراة. كرة عند وقاع رمضان، من هناك يحاول فيها ولكن كرة عادت لدفاعات النفط عالية للأمام. براس عادت من جديد هنا لمصلحة نادي ديالى، أمامية وخطيرة وفرصة ومحاولة هي لديالى. جول أول يأتي في المباراة. الله 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 عليك يا التونسي أيمن الصفاقسي، يفتتح أهداف اللقاء ويسجل أول أهداف نادي ديالى في المباراة. الله الله يا أيمن على كرة وتمريرة رائعة جدا، استثمرها صح وسجل الكرة وأتقن الكرة في الشباك ليسجل نادي ديالى أول أهداف المباراة عن طريق هذا التونسي أيمن الصفاقسي اللي يسجل الآن بهذه اللحظات هدف يأتي وهو يسجل ثاني أهدافه في هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى القاسم، الآن يسجل في مرمى النفط. أيمن يسجل بكرة رائعة جدا وضعها باليسار وهز شباك النفط ليعلن أول أهداف ديالى في هذه المباراة. هدف يأتي للبرتقالي ويفرح جماهير ديالى في كل مكان. يأتي الآن بهذه اللحظات ديالى يتقدم بالهدف الأول أمام فرحة وجماهير ديالى الحاضرة في مدرجات ملعب الكابتن شرار حيدر. أيمن الصفاقسي اللي طبعا سبق واللعب للملعب التونسي ولعب للنجم الساحلي، وأيضا يعني سبق واللعب أيضا في العربي الكويتي بالنسبة لأيمن الصفاقسي، وأيضا حتى كانت له تجربة في مصر مع نادي مودرن سبورت المصري. الآن هدف أول يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة، يحرك تكتيك المدربين. هدف ممتاز جدا في وقت مثالي يجعلنا نشاهد مباراة أجمل إن شاء الله في الدقائق القادمة. وحكم المباراة الدولي مهند قاسم يحتسب الهدف الآن بعد التأكيد من المتواجدين في غرفة الفار. هدف أول يأتي لمصلحة نادي ديالى، لمصلحة البرتقالي. فرحة جمهور ديالى في هذا الموسم
ليبحث عن مركز متقدم بجدول الترتيب، بينما كرة من هناك لمصلحة نادي النفط داخل منطقة الجزاء. هذه محاولة وتسديدة، ولكن الكرة وصلت عند حارس المرمى وسام محمد. تسديدة كانت عن طريق أحمد خالد في الكرة الماضية، وصلت بأمان عند حارس المرمى وسام محمد. لعب كرة عالية وللأمام. هل سيعود النفط في أحداث الشوط الأول؟ نشاهد ونتابع في هذه المباراة. بالنسبة لنادي النفط اللي طبعا فاز فقط في مباراتين فقط فاز بها نادي النفط في هذا الموسم. فاز في الجولة الأولى على نادي القاسم بثلاثية نظيفة، وأيضا بعد ذلك فاز أيضا على نادي أمانة بغداد بثلاثية نظيفة، لكن تعادل في 5 مباريات. نادي النفط تعادل مع الطلبة، وتعادل مع الكرخ ب2-2، وتعادل مع دهوك بتعادل سلبي، وأيضا تعادل سلبي مع الجوية، وأيضا مع النجف. هذه طبعا نتائج نادي النفط. وأيضا خسر ب3 مباريات، خسر من أمام القرمة ب2-1، وأيضا خسر من أمام الموصل ب2-1، والخسارة في الجولة الأخيرة من أمام نوروز ب2 مقابل لا شيء. من خلالها يعني سجل 10 أهداف نادي النفط في هذا الموسم، ولكن استقبل 8 أهداف، وكرة أمامية خطيرة ولكن وصلت عند حارس المرمى. 11 نقطة لنادي النفط في هذا الموسم لغاية الآن، ونحن في الجولة 11. لا زلنا ننتظر المزيد من دورينا في هذا الموسم. كرة لعبت عالية وللأمام من هناك بالراس، الكرة أقرب عند من قباديبو، الكرة عادت من جديد. سامسون لعب كرة في وسط الميدان، لعب كرة على جهة اليسار، يحاول فيها حسام جاد الله مع ستار ياسين. ستار يحاول بالمهارة أن يمر، يجد رقابة دفاعية من ثامر الصالحي التونسي، والكرة مرت من هناك إلى ركنية. هذا ثامر الصالحي التونسي، ومع التونسي الآخر يامن الزلفاني. ونتائج يعني سعيد بها جدا مشجع نادي ديالى في هذا الموسم، والأمل بالوصول إلى مراكز متقدمة في جدول الترتيب. ركنية لمصلحة نادي النفط. النفط يحاول بعد مرور ربع ساعة من عمر هذا اللقاء، النفط يحاول أن يعدل النتيجة، يحاول أن لا يعني تطيل الدقائق، ونادي النفط متأخر بهدف، يحاول أن يعود عودة سريعة تفرح المدرب عادل نعمة. بينما ركنية للنفط تلعب للأمام، ولكن بالراس أبعدت، عادت من جديد، يحاول فيها بهذه اللحظات من حسين يونس يحاول أن يمر، ولكن كرة عادت لمصلحة نادي النفط على جهة اليسار، على يسار نادي النفط. كرة من ستار ياسين اللي سبق واللعبة لنادي أمانة بغداد، وأيضا لعبة لزاخو ولعبة لنوروز. كرة داخل منطقة الجزاء، هذه محاولة تسديدة، ولكن كرة من هناك يحاول فيها النفط، لا زال يبحث، يواصل، يستمر، يحاول يخترق، يحاول المرور، ولكن الكرة عادت من هناك لمصلحة وقاع رمضان، يحاول المرور ولكن يحصل على خطأ، يحصل على مخالفة، وربما فيها بطاقة صفراء. بالسلامة لوقاع رمضان. وقاع رمضان حكم المباراة الدولي مهند قاسم في هذه المباراة. النفط بنتائج يعني نتحدث انه نادي النفط يعني لم يذق طعم الانتصار منذ 5 جولات.
بالنسبة لنادي النفط، يعني آخر فوز كان بالجولة الخامسة، والفوز على نادي أمانة بغداد بثلاثية. هذا آخر انتصار لنادي النفط في هذا الموسم، اللي كان كما ذكرت في الجولة الخامسة بثلاثية على نادي أمانة بغداد. وبالتالي يحاول يعني كتيبة المدرب عادل نعمة في هذه المباراة أن يحقق نتيجة إيجابية وأن يكسر هذا الروتين والنتائج ما بين تعادل وخسارة إلى يعني يحاول أن يحقق انتصار في هذه المباراة. ولكن بالتأكيد الخصم ليس سهلا أبدا. تحدث عن نادي ديالى، هو متقدم بهدف لغاية الآن. كرة من جديد من هناك يحاول فيها لمصلحة النفط اللعب أمامية، ولكن الكرة أقرب عند أوسام محمد بأحضان حارس المرمى. الكرة كانت عن طريق موتاري أمادو، هذا المحترف النيجري أمادو موتاري، اللي سبق واللعب للعين والفيحاء والقادسية في السعودية، وأيضا لعب مع الفيصل الأردني. كرة من هناك على جهة اليمين، يحاول النفط لا زال يستحوذ على الكرة، يحاول نقل الكرات، محاولة إيجاد ثغرة دفاعية بدفاعات ديالى. تلعب الكرة عالية وللأمام، من هناك يحاول فيها من أمام حسام جاد الله، ولكن علام هاوي والكرة مرت من هناك إلى تماس. رمية جانبية لمصلحة نادي ديالى، والبطاقة الصفراء تأتي على المدرب عادل نعمة، والاحتجاج والبطاقة الحمراء. البطاقة الحمراء إذن تأتي على المدرب عادل نعمة بعد الاحتجاج على الكرة الماضية. عادل نعمة يطرد من هذه المباراة اللي سبق وان يعني درب الحدود والطلبة والوسط. بالسلامة إن شاء الله. البطاقة الصفراء أيضا حاضرة، ومخالفة تأتي لمصلحة نادي النفط. البطاقة الصفراء تأتي على ثامر الصالحي، يحصل على البطاقة الصفراء بهذه اللحظات على ثامر الصالحي، يحصل على البطاقة الصفراء. شاهدنا أيضا البطاقة الصفراء كانت على سامي هين، اللي أيضا حصل على بطاقة صفراء، وهي البطاقة الصفراء الثانية في هذا اللقاء. هذه الكرة الماضية اللي كانت فيها رمية تماس لعبت، وبعد ذلك حصل نادي النفط على مخالفة بهذه اللحظات على ثامر الصالحي. كرة الآن لمصلحة نادي النفط. حسن وشاهد عودة تأتي لمصلحة كتيبة المدرب عادل نعمة. حسن يعود، وكرة من مكان خطير، أخطر من الركنية بالنسبة لنادي النفط بهذه اللحظات. حسن وشاهد عودة. كرة الآن لمصلحة نادي النفط، تلعب الكرة عالية وللأمام، ولكن الإبعاد والكرة من هناك. البطاقة الصفراء أيضا على حسام جاد الله، أيضا حصل على بطاقة صفراء. كرة من هناك عادت عند حارس المرمى والإبعاد. كرة عادت من جديد، يحاول النفط بهذه الدقائق، والإبعاد يأتي من علام هاوي. كرة عادت من هناك لدفاعات أو لمصلحة نادي النفط على جهة اليمين، يحاول المرور، محاولة صناعة فرصة جديدة والوصول إلى مرمى نادي ديالى. يبحث النفط، هذا اياد عبد فرحان. رمية جانبية لمصلحة نادي النفط من هناك، تلعب الكرة أمامية داخل منطقة الجزاء. لا زال هنا كرة، محاولة خطيرة، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة كانت لستار ياسين،
الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا الواضح في الصورة أيمن الصفاقسي اللي طبعا سجل الهدف، هو يعني الثاني في هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى القاسم. شوف هذه الكرة، الله الله على هذه التمريرة هذا التوغل وهذه الكرة بإتقان في مرمى نادي النفط، ليسجل نادي ديالى الهدف الأول في هذا اللقاء بكرة كانت عن طريق هذا التونسي أيمن الصفاقسي اللي سجل أول الأهداف في هذه المباراة، ويسجل أيضا ثاني أهدافه في هذا الموسم. كرة من هناك عن طريق محمد سادات للساميين، عادت للنفط على جهة اليسار. أحمد خالد حاول المرور، يا سلام، نقلات 1-2 على جهة اليسار. ستار ياسين داخل منطقة الجزاء، هذه محاولة، يا سلام، الله 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 الله، جول التعادل يأتي لمصلحة نادي النفط. الله يا وليد كريم، يسجل هدف التعادل بهذه اللحظات بمهارة عالية بتوغل ممتاز، ويسجل من خلاله لمصلحة نادي النفط هدف التعادل. عودة سريعة لكتيبة المدرب عادل نعمة، تسجل عن طريق وليد كريم. وليد كريم يسجل ثالث أهدافه في هذا الموسم. لحظ هذه الكرة الرائعة من ستار ياسين وداخل، الله 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 على هذا المرور وهذه المهارة وهذا الخداع، وواجه الحارس مباشرة ليسجل هدف لمصلحة نادي النفط بمرور ذكي ورائع جدا، من خلالها تمكن من مواجهة حارس المرمى ويسجل من خلاله الهدف التعادل. 1-1 ولا واحد أفضل من واحد بين نادي النفط مع نادي ديالى. هدف لهدف، سجل وليد كريم. مباراة جميلة في أول 25 دقيقة، نشاهد الأهداف حاضرة، والنفط يدخل هذه المباراة باندفاع عالي للأمام. عودة ممتازة لنادي النفط، لم يتأخر كثيرا والآن يهاجم من جديد، يحصل على مخالفة لمصلحة ستار ياسين. ستار ياسين اللي سبق واللعبة لأمانة بغداد، وأيضا لعبة لزاخو، وأيضا لعبة لنادي نوروز. الآن مخالفة تأتي لمصلحة كرار رزاق، لمصلحة نادي النفط بهذه اللحظات. هل سيتمكن نادي النفط من قلب الطاولة في هذا الشوط؟ نشاهد ونتابع بهذه اللحظات. كرار رزاق على التنفيذ، كرة في مكان خطير على نادي ديالى. كرار لعب كرة عالية وخطيرة للأمام، ولكن بالرأس أبعدت، مرت إلى خارج أرضية الميدان، إلى تماس لمصلحة نادي النفط. أحمد خالد على التنفيذ، رمية التماس لمصلحة نادي النفط. تلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، هذه محاولة والإبعاد. الكرة عادت من جديد من محمد سادات، ولكن الكرة أبعدت عند حارس المرمى حسين علي جولي، ويبعد الكرة بمبدأ الأمان. كرة عادت لمصلحة نادي ديالى، يحاول فيها بهذه اللحظات من هناك، ولكن الكرة أقرب لحارس المرمى حسين علي جولي. حسين علي جولي، كرة من هناك في جهة اليمين لمصلحة النفط، يلعب كرة عالية وللأمام من هناك، يحاول فيها ولكن أقرب عند التونسي أيمن محمود. هذا حسام جاد الله اللي أضاع فرصة كانت خطيرة جدا لمصلحة نادي النفط في الثواني الأولى من هذه المباراة. بعد ذلك تمكن وليد كريم بحركة مهارية ممتازة من معادلة النتيجة. كرة من جديد بين هذا وذاك،
لمصلحة نادي ديالى. يبحث نادي ديالى عن صناعة فرصة جديدة والوصول بها إلى مرمى نادي النفط لستار. ستار ولمسة للأمام من هناك من ثامر الصالح إلى مصطفى مؤيد والإبعاد. والكرة من هناك والإبعاد يأتي من دفاعات النفط. يحاول أيمن الصفاقسي. أيمن لعب كرة للأمام ولكن الكرة عادت عند أحمد خالد. أحمد خالد من هناك عند سامي هين. سامي هين وكرة للأمام خطيرة ولكن خروج ممتاز ناجح من وسام محمد. الكرة عادت بهذه اللحظات. يبحث يحاول بالنسبة لنادي ديالى. لغاية الآن نشاهد نادي النفط أفضل نسبيا من نادي ديالى. تأخر بنتيجة المباراة ولكن عاد وسجل هدف التعادل. كرة من جديد محمد سادات. من هناك مصطفى مؤيد أقرب للكرة. علي رحيم أو أيمن محمود من هناك يحاول فيها لمصلحة نادي النفط. يحاول المرور ولكن بشكل ممتاز. التغطية حاضرة من مصطفى مؤيد. مصطفى مؤيد اللي سبق واللعبة للديوانية وأيضا لعبة للنجف والجوية ونفط الوسط والطلبة ونفط البصرة. مسيرة محترمة لمصطفى مؤيد في الدوري العراقي. بينما هنا تأتي ركنية في النصف الساعة الأولى في هذا الشوط 30 دقيقة والتعادل بهدف لهدف. بينما ركنية تأتي لمصلحة نادي النفط. تلعب الكرة عالية وداخل منطقة الجزاء. محاولة. الله على هذه الكرة الرائعة جدا. كانت خطيرة جدا لمصلحة نادي النفط بهذه اللحظات عن طريق النيجيري سامسون جاباديبو ولكن الإبعاد كان من وسام محمد إلى ركنية. ركنية ثانية. هل تأتي بالأفراح للمدرب عادل نعمة اللي غادر المباراة بالبطاقة الحمراء؟ بينما من هناك ركنية تأتي لمصلحة نادي النفط. تلعب الكرة عالية وخطيرة ولكن الإبعاد. الكرة لا زالت داخل منطقة الجزاء. الله على حسام جاد الله بكرة ممتازة جدا ولكن وصلت بأمان عند وسام محمد. الكرة عادت لمصلحة نادي ديالى. جمهور ديالى يبحث عن تحقيق انتصار في مباراة اليوم. كرة من هناك عادت لمصلحة نادي النفط. خطير بهذه اللحظات والكرة مرت من هناك إلى ركنية. ديالى وضع صعب في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة لغاية الآن. نادي النفط أفضل أخطر وهناك ركنية تأتي لمصلحة نادي النفط. شوف هذه الكرة الماضية من مصطفى مؤيد. بعد ذلك الدخول من موتاري أمادو المحترف النيجري في الكرة الماضية. هذه اللمسة رائعة جدا. أراد أن يسجل هدف على طريقة الكبار بالنسبة لحسام جاد الله ولكن الكرة عند وسام محمد. توجيهات مستمرة ليامن الزلفاني ونظرة على هذه المباراة الصعبة. بينما هناك ركنية تأتي لمصلحة نادي النفط. كرة اللعب عالية وخطيرة. محاولة. ضاعت عليك يا سامسون جاباديبو. هذا المحترف النيجيري. لاحظ هذه الكرة الساقطة. خطيرة جدا. ضاعت على نادي النفط بهذه اللحظات. كان قريب من إضافة الهدف الثاني بكرة لعبت بشكل ممتاز من ستار ياسين وضاعت عند هذا النيجيري سامسون جاباديبو. وأضاع الكرة الماضية اللي سبق واللعبة لنفط الوسط
بالنسبة لجاباديبو سامسون، وأيضا لعب لنادي آكو يونايتد النيجيري، ولكن لغاية الآن التعادل لهدف في أحداث هذا اللقاء. شوف هذه الركنية من ستار ياسين، وسامسون وجد نفسه أمام المرمى، كان بالإمكان أن يسجل الهدف الثاني للمدرب أو يفرح المدرب عادل نعمة لنادي النفط في هذا اللقاء، والتعادل لهدف. هسه نشاهد نادي النفط يقلب النتيجة في هذا الشوط. نشاهد ونتابع في أحداث هذا اللقاء. علي رحيم تحدث عن آخر مواجهتين جمعت الفريقين، الأولى كانت فيها تعادل سلبي، والثانية كانت آخر مواجهة بينهما انتهت ب2-0 لنادي النفط. كانت هنا على هذا الملعب. سجل في تلك المباراة ستار ياسين، وأيضا سجل وليد كريم. وليد كريم سجل في آخر مباراة، واليوم أيضا سجل، وأيضا سجل في تلك المباراة أيضا ستار ياسين. ولا زال يبحث وليد كريم بهذه اللحظات. هذه كرة خطيرة لمصلحة نادي النفط، محاولة من هناك ولكن مرت بأمان إلى خارج أرضية الملعب. وليد كريم الكابتن والقائد وقت الشدائد، وهو سجل في آخر مواجهة كما ذكرت، واليوم أيضا سجل بالنسبة لوليد كريم. كرة الآن لمصلحة نادي ديالى. هسه يعود نادي ديالى بهدف ثاني. نحن من المنتظرين لهذه المباراة، لا يهمنا من سينتصر، المهم أن نستمتع بأحداث هذا اللقاء. كرة الآن لمصلحة نادي ديالى عند ثامر الصالحي. شوف هذه الكرة الماضية، ثامر الصالحي اللي حقق الكونفدرالية الأفريقية وأيضا الرابطة التونسية مع نادي الصفاقسي التونسي. بالنسبة لثامر الصالحي اللي أيضا لديه طبعا بطاقة صفراء في هذه المباراة، ولكن النفط قوي جدا في وسط الملعب. بينما كرة من هناك لمصلحة مصطفى مؤيد على جهة اليسار، يحاول فيها من هناك من سامسون، وهل سيتمكن نادي ديالى؟ جمهور ديالى ينتظر، جماهير ديالى التي كانت سعيدة ولا زالت سعيدة، لكن تحدث عن نتاج نادي ديالى في أول 4 مباريات. أول 4 مباريات كلها كانت انتصار لنادي ديالى. فاز على نادي أمانة بغداد بهدفين لهدف، فاز على النجف بهدف، وأيضا فاز على زاخو فاز ديالى بهدفين لهدف. بعد ذلك حصل على قرار إداري بالانتصار على نادي الموصل، ولكن هو خسر أيضا بقرار إداري من أمام الميناء، ولكن خسر أيضا مع القوى الجوية بهدفين لهدف. بعد ذلك انتصر على الكهرباء بهدفين لهدف، ويبحث نادي ديالى عن تحقيق فوز في هذه المباراة بعد آخر فوز حقق على نادي القاسم بثلاثية نظيفة. كرة بالراس في وسط الميدان على جهة اليسار. ستار لعب كرة ممتازة للأمام، ولكن الإبعاد. مصطفى مؤيد إلى تماس لمصلحة نادي النفط. وليد كريم لعبها لستار، أكثر من يتحرك، لمسة ولكنها مقطوعة، عادت سريعة لمصلحة ديالى. يحاول فيها بهذه اللحظات ديالى، والأمل
على الوصول إلى المربع الذهبي في جدول الترتيب في هذا الموسم. مخالفة تأتي لمصلحة نادي ديالى بهذه اللحظات عند ثامر الصالحي. نادي ديالى اللي كان طبعا متواجد في دور النجوم الموسم الماضي بعد أن حقق طبعا الدرجة الممتازة في موسم 2023-2024. هذا الموسم الثاني على التوالي بدور الأضواء. طبعا الموسم الماضي نادي ديالى كان بالمركز 17 ب41 نقطة. يامن الزليفاني اللي طبعا حقيقة أنقذ نادي ديالى من الهبوط في الموسم الماضي، ولا زال يقدم عروض جيدة. كرة لمصلحة نادي ديالى، من هناك يحاول فيها ولكن أقرب عند حسين علي جولي اللي سبق واللعبة في نادي أربيل. كرة من هناك على جهة اليمين لمصلحة نادي النفط، يحاول يبحث، يريد أن يسجل ولكن كرة مرت إلى تماس. هذا الواضح في الصورة محمد محسن اللي اشترك مع بداية المباراة بتبديل اضطراري. كرة من هناك ستار ياسين، الكرة لا زالت من سامي هين، يحاول فيها، عادت من جديد ستار يا سلام، هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء، محاولة خطيرة. وليد كريم، من يخطأ أمام وليد؟ الخطأ أمام وليد كريم، هذا المهاري اللي سجل هدف حقيقة جميل في هذه المباراة. كرة من هناك لمصلحة نادي النفط من سامسون إلى محمد سادات، من غاني إلى نيجيري إلى بوركيني، سامي هين، يا سلام لمسة ممتازة وهذه خطيرة من كرار رزاق، خطيرة. الله على هذه النقلات لنادي النفط في هذه المباراة، يقدم أداء جيد جدا لغاية الآن. كرة لحارس مرمى نادي النفط حسين علي جولي، من هناك يحاول صناعة فرصة جديدة، محاولة هز الشباك في هذه المباراة. تعادل بهدف لهدف. حسن نشاهد هدف يأتي في الدقائق الخمسة الأخيرة في هذا الشوط. كرة عند مصطفى مؤيد، مصطفى اياد عبد فرحان للامام، يحاول فيها، يا سلام هذه كرة خطيرة لمصلحة نادي ديالى، فرصة ومحاولة تسجيل الهدف الثاني، ضاعت على نادي ديالى. كان بالامكان ان يسجل الهدف الثاني يا ايمن الصفاقسي، اضاع فرصة كانت بالامكان ان تسجل ويفرح بها طبعا جمهور ديالى لقطع المسافات، وحضر هنا في ملعب الكابتن شرار حيدر رحمة الله عليه، السلامة إن شاء الله. وكرة الآن لمصلحة نادي النفط. ندخل على الدقيقة 42. شوف هذه الكرة الماضية كانت لوليد كريم، ولكن هذه الفرصة التي ضاعت كانت عن طريق أيمن الصفاقسي، ولكن راية المساعد أيضا كانت مرفوعة بوجود حالة تسلل. التعادل بهدف لهدف. سجل ديالى أولا، بعد ذلك عادل وليد كريم. هسه نشاهد هدف يأتي في نهاية هذا الشوط. قد نشاهد انتصار لأحد الفريقين في هذه المباراة، خصوصا بالنسبة نادي النفط اللي كما ذكرت انه اخر 5 جولات لم يحقق انتصار، وكذلك الحال بالنسبة لنادي ديالى يحاول ان يصل الى مراكز متقدمة في جدول الترتيب ويبقى.
هنا كرار رزاق على التنفيذ، كرار لعب كرة عالية وللأمام، ولكن عند وسام محمد، عند وسام محمد في الكرة الماضية حارس مرمى نادي ديالى اللي سبق واللعب للحدود وأيضا لعب لنادي النجف. نادي النفط تحدث عن أفضل مشاركة في الدوري كانت في موسم 2016-2017 بالنسبة لنادي النفط، ووصافة الدوري كانت يعني خلف نادي الزوراء. ولكن أما على المستوى الخارجي بالنسبة لنادي النفط اللي طبعا وصل إلى الدور 16 في البطولة العربية وخرج من أمام الهلال السعودي بالنسبة لنادي النفط. ولكن هو يعني نادي النفط كانت لديهم مشاركة مميزة حقيقة في تلك البطولة، لأن هو يعني تمكن من إقصاء الصفاقسي التونسي في تلك المباراة. كرة لمصلحة نادي النفط، حسام جاد الله، وكرة بعيدة تماما إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي ديالى. هذا أيمن الصفاقسي وهذا حسام جاد الله اللي سبق واللعب لنادي الحدود وأيضا لعب للشرطة وأيضا مع نادي نفط البصرة. سنلعب حتى الدقيقة 50، 5 دقائق يضيفها الحكم الدولي مهند قاسم كوقت بدل ضائع على نهاية هذا الشوط. السلامة إن شاء الله لوسام محمد، يشكو من إصابة قد يغادر في هذا اللقاء. بالسلامة إن شاء الله. وآخر 5 دقائق في نهاية هذا الشوط. طبعا في مباريات هذا اليوم في الجولة 11 دوري نجوم العراق، نادي زاخو تعادل بهدفين لهدفين مع نادي أمانة بغداد، كانت مباراة جميلة. أيضا مباراة أخرى بالتعادل بين نادي نفط ميسان اللي تعادل مع الزوراء بهدفين لهدفين، وأيضا انتصار لنادي دهوك على نادي الميناء بهدف. هذا اليوم الأول من هذه الجولة. وأيضا لدينا طبعا القوة الجوية بمواجهة القرمة، نادي القرمة بنفس هذا التوقيت في هذه المباراة. هنا النفط مع نادي ديالى. وأيضا تستكمل مباريات الجولة إن شاء الله يوم غد. الكرخ سيواجه نادي النجف، ومواجهة ستكون نارية بين الغراف ونوروز في ملعب الناصرية. أيضا ستكون عند الساعة 5:30 إن شاء الله يوم غد الطلبة بمواجهة الكهرباء. كرة اللعب للأمام، ولكن أقرب عند حارس المرمى. لعب الكرة عالية، ستار ياسين عند الكرة من هناك عند وليد خطير. الله الله على هذه الكرة الرائعة جدا، تحضرت بشكل ممتاز من أمام وليد كريم، ولكن كرته كانت عالية تماما إلى خارج أرضية الملعب. فرصة كانت لوليد، كان بالإمكان أن يسجل هدف ثاني في هذا الشوط.
السلامة إن شاء الله لوسام محمد. كرة عادت لمصلحة نادي ديالى. كرة من جديد من هناك مصطفى مؤيد بالراس، عادت على جهة اليمين لمصلحة نادي النفط. لعب كرة أمامية وتحضير ممتاز، ولكن الكرة يا سلام على هذا الاختراق، ولكن الكرة أقرب لدفاعات ديالى. كرة من هناك محمد سادات، خطيرة للأمام، ولكن عنده وسام محمد. يبدو المباراة أقرب للتعادل بهدف لهدف في هذا الشوط، ولكن جمهور ديالى اللي قطع المسافات يريد تحقيق انتصار في هذه المباراة، وجمهور ديالى حقيقة يستحق. جمهور شاهدناه حاضر في أغلب المباريات. كرة اللعب للأمام، وصلت عند حارس المرمى حسين علي جولي. كرة عن طريق جويل تشوف الكاميروني اللي سبق واللعبة مع نادي كربلاء، وأيضا لعبة لنادي القنيطري. كرة من هناك الإبعاد في وسط الملعب، استلام، تحضير، محاولة الوصول لمرمى نادي النفط، ولكن نشاهد هناك صعوبة على مهاوي، والتجربة مع نادي الباطن السعودي بالنسبة لعلاء مهاوي. كرة من جديد لمصلحة نادي ديالى، هذه خطيرة، محاولة، فرصة، على كرة كاد أن يخطفها نادي النفط وأن يسجل فيها الهدف الثاني، ولكن ضاعت. الكرة لا زالت من هناك عالية، ولكن بعيدة تماما إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب هي الثواني الأخيرة على نهاية هذا الشوط. التعادل بهدف لهدف. لاحظ هذه الكرة الماضية وهذا الخطأ وسوء التركيز، أراد أن يستثمرها نادي النفط وأن يعود بهدف ثاني في هذا الشوط. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تأتي صافرة الدولي مهند قاسم معلنة عن نهاية هذا الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف بين نادي النفط مع نادي ديالى. أيها الأحبة نلتقي إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني، استراحة قصيرة ثم لنا عودة. بهذا العريق، نعم، تتغنى وتنشد وتتفاءل بهدف الأول. الله 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 الله، نعم، تتفاءل بأول الأهداف، يدركون هدف التقدم، يدركون هدف أول، هدف الأسبقية يأتي ليكافئ الجماهير على هذه الفرحة الكبيرة، ليكافئ الجماهير على هذه، نعم، العبارات والدعم المتواصل والحضور الكبير للبرتقالي، لمؤازريه، لداعميه، لمشجعيه في هذه الموقعة. أيمن محمود يرتقي، أيمن من هناك يرتقي ويسجل أول الأهداف.
نعم هدف أول من هناك جاء من كرة عرضية، من كرة ثابتة ولعبت بالشكل العرضية يرتقي، ومن هناك يبصم على أول الأهداف ويكسر هذا الصمت، هذا التعادل، وأخيرا يدرك أول الأهداف بعد محاولات، بعد فرص منها من تألق بالتصدي ولمنعها مصطفى جاسم. في مدرجات ملعب اللقاء بين محسن يونس، جول جول جول، الهدف الثاني لمصلحة فريق نادي ديالا، يواصل هذا التألق، يواصل من هناك أيمن صفاقسي يسجل أول أهداف هذا الموسم، أول أهداف مع فريق نادي ديالا، أول أهداف في بلاد الرافدين بعد مسيرة احترافية. نعم يسجل ويدون أيمن أول أهداف نعم في المباراة وفي الدوري، وثاني أهداف فريق نادي ديالا في هذه المواجهة. نعم فريق نادي ديالا يواصل التألق، ومن هناك نادي القاسم يعاني حسين يونس في اللحظات التي كنا نشاهد بها صورة لفرحة الجماهير ونصف بها الفرحة الكبيرة في مدرجات ملعب ديالا، حتى جاء حسين، حتى مر حسين من حسين محسن، نعم ومرر لأيمن الذي لم يتأخر ويتردد هنا في مكان خطير. أياد من هناك تسديده، والثالث لمصلحة ديالا، الثالث في هذه اللحظات، وسط صدمة وفرحة بنفس التوقيت في مدرجات ملعب المباراة. نادي ديالا يوقع على ثالث الأهداف قبل نهاية الفصل الأول، الثالث للأبيض، الثالث نعم لفريق نادي ديالا في هذه اللحظات بكرة ثابتة من أياد، يوقع على أول أهداف في المباراة، والثالث نعم لفريقه والثاني له في هذا الموسم بكرة ثابتة يجمد من خلالها حارس المرمى عاجزا متفرجا أمامها. مصطفى جاسم يتفرج على ثالث الأهداف وعلى أصعب الفترات. وبذلك الآن هذا هو باختيار كوسيموف، الله يا ساتر يا ساتر، تصويبه من أوزبكستان لباختيار كوسيموف يسجل أول أهداف اللقاء، هدف بغدادي بأقدام أوزبكستانية. نعم هدف جميل لأسود العاصمة. هنا أمانة بغداد، نحن نقارع الكبار وسنثبت ذلك للجميع. هنا أمانة بغداد. نعم لم يكن الانتصار على الطلبة صدفة، ولم يكن الانتصار على نوروز صدفة. هنا أسود العاصمة وبأقدام باختيار كوسيموف. الله الله الله، باغتت أحمد باسل، كرة ساقطة جميلة. نعم غيرت نعم الرياح مجرى الكرة، وكانت صعبة على الحارس أحمد باسل. أي تصويبة وأي هدف وأي مفاجأة وأي سبرايز قدمها أمانة بغداد على الشرطة، وازدادت الصعوبات على القيثارة الخضراء. ينتظرون الآن فريق الشرطة أن يعدلون النتيجة. بالكرة من الطرف الأيمن لا زالت إلى دومينيك مندي. الله 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 الله، جول أو ماذا؟ لا يوجد تسلل. نعم المواس لم يكن متسللا، وحسين علي ما كذب خبر، وكرة سجلت لهدف التعادل. هدف التعادل يصل بهذه اللحظات، هدف مقابل هدف، شوط أول مميز ما بين الطرفين. تحضير من الطرف الأيمن، هل يصوب من هذا المكان؟ هي ليلة الأوزبكي، كوسيموف يسجل الثاني لأمانة بغداد. الله 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 الله
الله على عرضية، والله على رأسية، وعلى هدف ثاني لأسود العاصمة. أسود العاصمة يسجل ثاني أهدافه، وأي كرة لعبت، وأي تمريرة مررت، وأي إنهاء، وأي فينيشنج عالي قدم الأوزبكي كوسيموف. باختيار كوسيموف يسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 51. شوفوا بالإعادة، هي بدأت، هي انطلقت، محمود أحمد قدم له كرة على طبق من ذهب. محمود أحمد شوف هي بدأت من فلافيو اللاعب الأنغولي، مررت من هنالك، وصلت لمحمود أحمد عالية، يا عيني يا عيني. باختيار كوسيموف يسجل ثاني أهداف أسود العاصمة. ثاني أهداف أمارة بغداد من أجل الوصول إلى لقب يطمح به من خلال جماهير القوة الجوية، الوصول إلى ما يتمناه. وغورغيس، بيتر غورغيس يسجل أول أهداف المباراة. صقور الجبال، صقور الجبال، صقور الجبال الآن تحلق في ملعب المدينة على حساب صقور العاصمة، وهدف أول عن طريق بيتر غورغيس. بيتر غورغيس يسجل هدف أول، هو رابع أهدافه خلال هذا الموسم مع دوك، بعدما سجل هدفين على نفط ميسان وهدف على نوروز. يأتي الآن ويسجل هدف أول في مرمى القوة الجوية. لاحظ بغفلة من دفاعات صقور الجوية الجوية من خلف المدافعين ينسل اللاعب بيتر غورغيس ويسجل أول أهداف المباراة. كانت المطالبة هنا بوجود خطأ، وهنا بيتر غورغيس اللي ينطلق بسرعة ويضعها من تحت الحارس محمد رحيم ليسجل أول أهداف المباراة. لاحظ اللمسة والتمريرة الجميلة اللي كانت عن طريق يوسف الإمام المدافع لفريق دهوك، لذلك يستغلها خير استغلال اللاعب بيتر غورغيس ويضعها من تحت أقدام الحارس محمد رحيم. لا زالت تترقب جماهير فريق القوة الجوية ودهوك. هنا بيتر داخل منطقة الجزاء، المحاولة تستمر. بيتر هل يفعلها من جديد؟ وثاني ثاني ثاني ثاني. الله 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 يا بيتر غورغيس. بيتر غورغيس يسجل هدف ثاني لدهوك، يسجل هدف ثاني لفريق دهوك. بيتر غورغيس يتلاعب بدفاعات القوة الجوية ويضع كرة قوية في مرمى صقور العاصمة ليسجل لصقور الجبال هدف ثاني في هذه اللحظات. الدقيقة 33 يسجل بيتر غورغيس هدف ثاني ويضاعف النتيجة لتصبح النتيجة هدفين لفريق دهوك مقابل لا شيء لفريق القوة الجوية. لاحظ هنا الإعادة، هنا التمريرة بالمباشر، يستغل لاعبي فريق دهوك لا تقدم لاعبي القوة الجوية، وبيتر غورغيس مر بهذه الطريقة من أمام إيدير مقدم وباليمين سجل باليسار ويسجل باليمين. لذلك بيتر غورغيس يبقى واحد من الأسماء الكبيرة في دورينا، وواحد من الأسماء المهمة مع فريق دهوك الموسم الماضي وهذا الموسم. لذلك بيتر غورغيس يفعلها ويسجل ثاني الأهداف في هذا اللقاء لفريق دهوك على حساب القوة الجوية. تكلم عن نفط ميسان، هذا شيء طبيعي، يمتلك بطاقة حمراء، لكن هنا أربيل والقلعة الصفراء. تيميروف يسجل أول الأهداف. الذئب الأبيض الأوزبكي، نعم تكلمت القلعة الصفراء، وفي آخر أيام العام يؤكد أربيل الصدارة. هيا بنا لنستعيد شريط الذكريات، هيا بنا لنستعيد شريط الإنجازات والتاريخ الجميل. هنا الأوزبكي شيرزود تيميروف يسجل 9 أهداف هذا الموسم وأول أهداف اللقاء. شوف سيفن منصور دخل فغير أمور كثيرة، تمريرة وصلت جميلة، إنهاء ولا أروع. هو يعرف طريق المرمى جيدا. حضرت هذه اللقطة هل فيها راية أو لا؟ الإنهاء جميل، الهدف جميل، لكن يبقى السؤال، هل هنالك الراية أو لا؟ أربيل يدون، أربيل يسجل. القلعة الصفراء تكلمت بهذه اللحظات. كرة تلعب، نقل الكرة على الطرف، المحاولة إلى ديبوتي، واحدة في الأمام يا ديبوتي، الكرة إلى عبود يلعب الكرة، ديبوتي وناصر محمدو، ديبوتي وناصر، الله
نسر نيجيريا يحلق عاليا في سماء مدينة الخابور، وهنا الإنذار الأول معه ضربة أولى لديبوتي، الضربة مع اشتداد البرد والكرة في مرمى محمد شاكر. هكذا أجواء، هكذا حضور، لا تحتاج إلى أسد وإلى نسر نيجيري قادر على اختراق دفاعات الكناري. هنا محاولة وهنا كرة وصلت إلى المرمى ويحتفل بطريقته الخاصة. لاحظ الكرة التي لعبت عبود واساس عالمي، المرور والدخول، اختراق واختيار والكرة في الجول. الله، لاحظ اخترق، وصل، عرف الطريق، وها هو الهدف وسط الثلوج المتساقطة. زاخو يهز الشباك كأن الجبال نفسها تصفق لهذا الإبداع وهذا الجمهور. السيد أيمن الحكيم بكل ما يتاح له من وسائل الضغط. مجتبى صالح على الطرف، حسين زياد ومصعب جمال، 1 2 3 4 5 والسادس موجود. الكل يضغط من الكرخ. زياد، التمريرات السهلة خير من الكرات العرضية. الله، حضر البابلي، حضر برهيل يعطي البرهان، والتعديل للكناري، للكرخ يأتي الآن. من الذي وضعها في المرمى؟ من الذي وضعها في الجول؟ ولكن في المجمل إن الكناري يغردوا هنا في الأعالي، يغردوا في مدينة الخابور في وسط الثلوج. هنا يأتي هدف التعديل، ويونس حمود يضع الكرة في المرمى وليس حسن علي بري. يسجل من جديد، يرضع من جديد، والهدف الرابع ليونس. لاحظ التمريرة من زياد، كسرت الخطوط، وصلت إلى حمود، حطها في الجول. يعرفان بعضهما البعض جيدا، واصطاد علي كاظم في كرة عجز عن هادوكان، عجز عن ردها علي كاظم. الله الله الله. بوسط ملعب المباراة هذا يوسف أمورو، يوسف والابعاد، هنا التدخل، يوسف جول. الله، هدف أول لصقور الغربية، حلقوا بهذه المباراة. نعم 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 نعم، هنا في ملعب الناصرية الصقور تحلق، الصقور تحلق في هذه المباراة وتسجل أول أهداف المباراة. صقور الغربية بأول أهداف المباراة من اللاعب يوسف أمورو، يسجل أول أهداف المباراة. نعم، هذا هو الصقر القادم من الأنبار، يحلق في المباراة ويفتتح التسجيل بأول أهداف المباراة. مؤمل عبد الرضا هي الكرة بعد أن وصلت وسدد وسجل أول أهداف المباراة. يوسف أمورو يفتتح التسجيل بهدف أول. صقور الغربية نعم حلقت عاليا حتى وصلت إلى القصور الملكية، وبالفعل تسجل أول أهدافها بهذه المباراة. مرتضى والتدخل هنا، المرور، التقدم، كرار جعفر، هذا اللاعب موهوب، التقدم، بيليف للميناء، بيليف. الله يا مهند عبد الرحيم، هذا جحيم في شباك نوروز. مهند عبد الرحيم كأنه يعاقبهم، نعم عاقبهم بعد أن
عودة من جديد أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، في مباريات دوري نجوم العراق، في مواجهة تجمع نادي النفط مع نادي إديالة. لمن التحق بنا الآن، الشوط الأول انتهى بتعادل إيجابي بهدف لهدف. سجل إديالة أولا عن طريق أيمن الصفاقسي، بعد ذلك عادل وليد كريم النتيجة لتصبح النتيجة بهدف لهدف. الشوط الثاني نتأمل أن يكون أكثر إثارة، نتمنى أن نشاهد متعة بأقدام اللاعبين، نتمنى أن نشاهد مباراة أفضل أجمل في الشوط الثاني من هذه المباراة. شوط أول شاهدنا فيه أهداف، ونتأمل أن نشاهد أيضا أهداف في الشوط الثاني، وأن نستمتع معكم في أحداث دورينا في الجولة 11 في اليوم الثاني من هذه الجولة ومباريات دورينا الرائعة. ومع البداية هناك تبديل بدخول شهاب الصالحي بالنسبة لنادي ديالة. شهاب الصالحي إذن يشترك بهذه اللحظات بصفوف نادي ديالة. يشترك شهاب بورقة يدفع بها المدرب يامن الزلفاني في الشوط الثاني من هذه المباراة التي يسعى بها في هذا الشوط أن يحاول نادي ديالة أن يحقق انتصار في هذه المباراة، ويفرح جمهور نادي ديالة الذي ينتظر انتصار وينتظر فرحة وينتظر سعادة من خلال هذه المباراة. جمهور ديالة الذي يعني قطع مسافات وحضر هنا في ملعب الكابتن شرار حيدر رحمة الله عليه في هذه المباراة، ويحاول من تحقيق الفوز والانتصار في هذه المباراة. شوط أول شاهدنا نادي ديالة اندفع للأمام في البداية، سجل هدف، ولكن بعد ذلك نادي النفط الذي عاد في المباراة عاد في المباراة وعدل النتيجة، وأيضا كان قريب ممكن من إضافة الهدف الثاني، ولكن هذه كرة ولكن وصلت عند حارس المرمى. وأيضا فيها حالة تسلل يوم أمس في الجولة 11. الشرطة فاز بنتيجة قاسية على نادي القاسم بسباعية، وأيضا في مباراة كانت بين نادي أربيل والموصل، وأربيل حقق فيها انتصار أيضا. ولكن هنا في اليوم الثاني من هذه الجولة، ونتمنى أن نشاهد يعني في مستوى دورينا، يعني نتمنى أن نشاهد المستوى يكون يتصاعد لكل أندية دورينا. نادي ديالة في الشوط الأول سجل هدف عن طريق أيمن الصفاقسي، بينما نادي النفط عادل النتيجة عن طريق وليد كريم. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت بين ستار ياسين وأيمن الصفاقسي. أيمن الصفاقسي اللي سبق واللعب في نادي الملعب التونسي، وأيضا مع نادي النجم الساحلي، وأيضا احترف في مصر أيضا مع نادي مودرن سبورت المصري. لكن هذه الجماهير البرتقالية الحاضرة هنا، المحبة المشجعة الوفية، جاءت يعني رغم الأجواء الباردة، ولكن مع ذلك لا تترك الفريق، وهي حاضرة وتساند نادي ديالة في هذا الموسم أينما حل وارتحل. في هذا الموسم بالنسبة لنادي ديالة كما ذكرت يعني هذا الموسم الثاني على التوالي بدور الأضواء. الموسم الماضي كان بالمركز 17 ب41 نقطة، ولكن في هذا الموسم هو في مركز متقدم جدا، قدم نتائج ممتازة. والبطاقة الصفراء بهذه اللحظات تأتي على ستار ياسين. ستار ياسين يحصل على البطاقة الصفراء، واضح في الصورة، اللي سبق واللعب لنادي أمانة بغداد، وأيضا لعب لنادي زاخو ولعب لنادي نوروز.
نتحدث عن نادي النفط في هذا الموسم. يعني نادي النفط حافظ على شباكه نظيفة في هذا الموسم في 6 مباريات. 6 مباريات نادي النفط حافظ على شباكه نظيفة. في المباراة الأولى مع نادي القاسم اللي خسرها بثلاثية، اللي فاز على نادي القاسم بثلاثية نظيفة مقابل لا شيء. مع القاسم حافظ على شباكه نظيفة، وأيضا مع نادي الطلبة، ومع نادي أمانة بغداد، وأيضا مع نادي دهوك، ومع نادي الجوية، ومع نادي النجف. 6 مباريات نادي النفط حافظ على شباكه نظيفة. كرة اللعب من هناك يحاول في وسط الملعب بالراس، الكرة لا زالت على جهة اليسار. مصطفى مؤيد لعب كرة أمامية خطيرة، محاولة فرصة، كرة كانت بالإمكان لوقاع رمضان، ولكن وصلت عند حارس المرمى حسين علي جولي. سامي هين تلعب الكرة أمامية بالراس، عادت من جديد عند اياد عبد فرحان، عادت لمصلحة نادي النفط. وليد كريم عند الكرة من هناك على جهة اليمين، سامي هين البوركيني، ولكن قطعت، عادت لمصلحة نادي ديالى. لمسة باليسار ممتازة ورائعة وخطيرة للأمام، ولكن الإبعاد يأتي من حسين علي الجولي. عادت نفطية بهذه اللحظات. هذا حسام خطير، حسام الله 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 الله، من أجمل أهداف الجولة يا حسام جاد الله، يسجل بهذه اللحظات هدف ثاني يأتي لمصلحة نادي النفط عن طريق حسام جاد الله، اللي يسجل ثاني أهدافه في هذا أو ثالث أهدافه في هذا الموسم. يسجل الآن حسام جاد الله بهدف رائع جدا وجميل وممتع ورائع. وضع الكرة على يمين حارس المرمى وسام محمد ليسجل نادي النفط هدف ثاني. حاول في الشوط الأول بعد أن اصطدت كرة في القائم، الآن يسجل الهدف الثاني. الله 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 على كرة رائعة وجميلة، وضعها بإتقان. الله الله على هذه الكرة، على تسديدة صاروخية ليسجل من خلالها الهدف الثاني. يأتي عن طريق حسام جاد الله، اللي يسجل كما ذكرت بالنسبة لحسام جاد الله ثالث أهدافه في هذا الموسم، بعد أن سجل في مرمى القاسم وسجل في مرمى الموصل، الآن يسجل في مرمى ديالى. سجل حسام جاد الله، وأيضا سجل وليد كريم سجل في الشوط الأول أيضا ثالث أهدافه. واليوم يتساوى الزملاء، يتساوون بالأهداف بين حسام جاد الله ووليد كريم. كلا اللاعبين لديهم 3 أهداف من خلال أهداف مباراة اليوم، ولكن ديالى هل سيعود في هذه المباراة؟ كرة من هناك يحاول فيها بالنسبة لديالى، اللي كما ذكرت أنه خسر في مباراتين. هل يخسر في المباراة الثالثة في نادي ديالى اللي يعني خسر في مباراة الميناء بقرار إداري، وأيضا خسر من أمام نادي القوة الجوية بهدفين لهدف؟ هل يخسر أيضا من أمام نادي النفط؟ ولكن كل شيء وارد، لازلنا في بداية الشوط الثاني، ونادي ديالى اللي قدم نتائج جميلة جدا في هذا الموسم قد يعود في هذا الشوط الثاني. يعني بالتأكيد تكون فيه لمسة المدربين أوضح بعد قراءة مباراة الشوط الأول. كرة عند مصطفى، هذه خطيرة، علاء مهاوي خطير، علاء يحاول فيها ولكن اصطدت، عادت. شوف حسام جاد الله عائد للخلف يحاول فيها من هناك. استقبال ممتاز من أيمن محمود التونسي، لمسة عند اياد عبد فرحان،
كرة في وسط الملعب بالراس من الدفاعات النفطية، عادت من جديد يحاول فيها ديالا بالقمصان البيضاء على غير العادة. دائما ما نشاهد الألوان البرتقالية وهي زاهية وجميلة، ولكن هذه المرة بالألوان البيضاء. يحاولون أن يسجلون وينتصرون ويفرحون جمهور ديالا الكبير. كرة لا زالت محاولة، يا سلام الله، وليد كريم كابتن والقائد بصفوف النفط. كرة من هناك على جهة اليسار يحاول فيها من المرور، الكرة لا زالت نفطية داخل منطقة الجزاء والإبعاد. الكرة عادت سريعة لمصلحة نادي ديالا، يا سلام، هذا حسين يونس يحاول ينطلق من هناك. الكرة عادت في وسط الميدان يحاول فيها أيمن الصفاقسي، يعود بالخلف عند علام هاوي والكرة خاطئة. عادت هذه خطيرة، موتاري أمادو النيجري وخطير. هذه كرة كرار رزاق وخطيرة، محاولة فرصة والإبعاد. الكرة لا زالت مصطفى مؤيد والصافرة موجودة، خطأ يأتي مخالفة لمصلحة نادي ديالا. شوط ثاني نشاهد في أداء سريع من جانب الفريقين لنادي النفط وأيضا لنادي ديالا. شوف هذا أمادو وكرة بينه وبين مصطفى مؤيد في الكرة الماضية. مصطفى مؤيد اللي تألق مع النجف كان في موسم استثنائي لنادي النجف، ولكن بالتأكيد نتمنى التوفيق لكل أنديتنا ولجميع الأندية الجماهيرية وأندية المحافظات. تحدث عن نادي النجف اللي يعاني أيضا من أزمة، نادي القاسم. حقيقة يعني نتمنى أن نشاهد كل أندية دورينا وهي في أوج عطائها ومستواها، وهذا طبعا جميعا يعني يصب لمصلحة الدوري العراقي ولمصلحة دوري النجوم. عندما تكون جميع الأندية في مستواها الحقيقي بالتأكيد نشاهد دوري مختلف. وكما نشاهد في المواسم الأخيرة بعد أن تألقت أندية مثل نادي ديالا وزاخو ونوروز والغراف والقرمة في هذا الموسم، أيضا شاهدنا دوري أفضل أجمل. وبالتأكيد نتمنى يعني من الجميع دعم الأندية لكي نشاهد دوري مثير في الدوري العراقي. هذا الدولي مهند قاسم، والنتيجة لمصلحة نادي النفط بهدفين لهدف. هل يحقق انتصار نادي النفط في هذه المباراة؟ مصطفى مؤيد يتلقى البطاقة الصفراء، يحصل على البطاقة الصفراء. كرة للأمام، يا سلام، تمريرة ممتازة رائعة جدا. الكرة كانت ممتازة للأمام ولكن قطعت، عادت لمصلحة ديالا في الشوط الثاني. حاول ديالا أن يغير الأمور ويفرح هذه الجماهير. تحدث عن يعني الحديث اللي كان في المؤتمر الصحفي بالنسبة لي يعني طلال خلفان مساعد المدرب نادي ديالا يامن الزلفاني. الكابتن طلال خلفان تحدث في المؤتمر الصحفي عن الاستعدادات، قال يعني استعداداتنا للمباراة جيدة ويعني تعاملنا معها مثل باقي المباريات. وأيضا تحدث وقال النفط فريق كبير ويضم لاعبين مميزين ونتوقع أن تكون المباراة ممتعة. هذا ما تحدث به طبعا المدرب المساعد طلال خلفان مساعد مدرب نادي ديالا. ولكن هنا مخالفة، وعلام هاوي أيضا يحصل على البطاقة الصفراء. علام هاوي يحصل على البطاقة الصفراء بهذه اللحظات، والنتيجة لا زالت لمصلحة نادي النفط. هسه نشاهد عودة لمصلحة نادي ديالا
شوف هذه الكرة الماضية ساميين بينه وبين لاعب نادي النفط حسام جاد الله، واحد من الأسماء مميزة جدا في نادي النفط بالنسبة لحسام جاد الله، وأيضا مع وليد كريم والأسماء الأخرى. تحدث أيضا عن المحترفين الساميين محمد سادات، ستار ياسين، وأيضا عن المتواجدين في دكة الاحتياط. تحدث عن عمار غالب، مشتاق طالب، سيف كريم، علي ماجد. ممكن قد نشاهد تبديل قد يجريه نادي النفط في الدقائق القادمة، ولكن نادي ديالى يعني أجرى تبديلين فقط في هذه المباراة، شهاب الصالحي وأيضا محمد محسن. ركلة جزاء، ركلة جزاء الآن يشير بها طبعا الحكم الدولي مهند قاسم بعد الحديث والحوار مع المتواجدين في غرفة الفار. الآن يعطي قرار بوجود ركلة جزاء لمصلحة نادي النفط. لاحظ هذه الكرة الماضية اللي كانت بين علام هاوي وحسام جاد الله، والآن حكم مباراة يعطي ركلة جزاء. ركلة جزاء تأتي بهذه اللحظات لمصلحة نادي النفط، فرصة لتسجيل الهدف الثالث. هكذا أشار حكم المباراة الدولي مهند قاسم. ونادي ديالى لغاية الآن وركلة جزاء تأتي بوقت ممتاز لنادي النفط، وعصبية للمدرب يامن الزلفاني وهو يشاهد فريقه يتأخر. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت بين علام هاوي وحسام جاد الله، هل كان هناك ضرب باليد على وجه لاعب نادي حسام جاد الله؟ إذن ركلة جزاء تأتي لمصلحة نادي النفط، ولكن احتجاج من مدرب نادي ديالى يامن الزلفاني يحتج على هذا القرار بوجود ركلة جزاء. احتجاج من المدرب التونسي يامن الزلفاني على هذا القرار بوجود ركلة جزاء لمصلحة نادي النفط. نادي ديالى لا يريد الخسارة في هذه المباراة بعد النتائج المميزة في هذا الموسم، وجمهور ديالى ينتظر. حكم مباراة أشار بوجود ركلة جزاء لمصلحة نادي النفط واحتجاج من نادي ديالى. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت بين علام هاوي وحسام جاد الله. هذا القرار اللي جاء من الفار، المتواجد سالم عامر وياسر هاشم متواجدين في غرفة الفار. واعطى حكم المباراة الدولي مهند قاسم قرار بوجود ركلة جزاء تأتي لمصلحة نادي النفط بهذه اللحظات، ويؤكد الآن على قراره بوجود ركلة جزاء لمصلحة نادي النفط، فرصة لتسجيل الهدف الثالث. والاحتجاج من الكادر التدريبي لنادي ديالى على قرار ركلة الجزاء، ولكن خلاص القرار اتخذ وركلة جزاء تأتي لمصلحة نادي النفط، فرصة لتسجيل الهدف الثالث لكتيبة المدرب عادل نعمة. عادل نعمة اللي غادر المباراة بالبطاقة الحمراء في الشوط الأول. ركلة جزاء، وليد كريم اللي سجل الهدف الأول، اللي اليوم سجل ثالث أهدافه،
هل يسجل اليوم رابع أهدافه أيضا في هذه المباراة؟ سجل في الشوط الأول 3 أهداف، وربما قد يسجل رابع أهدافه في الشوط الثاني. وليد كريم عنده هدفين على نادي أمانة بغداد، وسجل على نادي ديالى في هذه المباراة. هل يسجل هدف الثاني في هذا اللقاء وهدف الرابع في هذا الموسم؟ نشاهد ونتابع. وليد كريم على التنفيذ، ركلة الجزاء، ركلة جزاء محمد محسن، وركلة جزاء تأتي لمصلحة نادي النفط بهذه اللحظات. وليد على التنفيذ، وليد يتقدم، ضاعت على وليد كريم، ضاعت على نادي النفط. كان بالإمكان أن يسجل هدف الثالث ولكن ضاعت وفرحة جمهور ديالى وردة الفعل على ضياع ركلة الجزاء لوليد كريم. شوف هذه الكرة، الحارس في جهة ولكن الكرة غادرت إلى خارج أرضية الملعب بكرة ضاعت على وليد كريم. كان بالإمكان أن يسجل هدف الشخص الثاني في هذه المباراة وهدف الرابع، ولكن ضاعت. تبقى النتيجة على حالها، هدفين لمصلحة نادي النفط مقابل هدف لمصلحة نادي ديالى. 2-1. ديالى الآن يندفع للأمام، وقاع خطير داخل منطقة الجزاء. هذه كرة فرصة، ولكن كرة تمرت، وهناك أيضا راية مرفوعة بوجود حالة تسلل في الكرة الماضية على أياد عبد فرحان في هذه الكرة. لاحظ هذه الكرة الماضية من مصطفى مؤيد، وقاع رمضان كان في موقف تسلل. تبقى النتيجة على حالها بهدفين لمصلحة نادي النفط، وجمهور ديالى ينتظر فرحة في هذه المباراة. نادي ديالى اللي تحدث عن نادي ديالى يعني شباكة نظيفة فقط في مباراتين في هذا الموسم، فقط مباراتين نادي ديالى كانت شباكة نظيفة. تحدث عن نادي ديالى كانت شباكة نظيفة في مباراة النجف في الجولة الثانية اللي فاز بها بهدف نظيف، وأيضا كانت شباكة نظيفة في مباراة الجولة التاسعة والفوز على نادي القاسم بثلاثية نظيفة. فقط مباراتين نادي ديالى كانت شباكة نظيفة، بينما نادي النفط حافظ على شباكة نظيفة هذا الموسم في 6 مباريات. جمهور ديالى حاضر، يشجع، يؤازر، محب لنادي ديالى، وينتظر فرحة في هذه المباراة من العودة وتحقيق النتيجة إيجابية ترضي هذا الجمهور الكبير، جمهور ديالى، بعد أن عاد في ملعبه. وبالتأكيد ديالى يتأمل أن يكون في المربع الذهبي في هذا الموسم. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت بين علام هاوي وحسام جاد الله. هذه الكرة الماضية اللي احتسب من خلالها الدولي مهند قاسم ركلة جزاء وضيعها وليد كريم. ماذا ينتظر حكم المباراة؟ هل بطاقة حمراء على علام هاوي؟ وجمهور سعيد وكأنما يعني نادي ديالى متقدم، ولكن ما نشاهده هو العكس. نادي النفط هو المتقدم
في هذه المباراة لغاية الآن. جمهور ديالى حاضر في هذه المباراة في ملعب الكابتن شرار حيدر رحمة الله عليه، بعدما تم تغيير اسم الملعب من ملعب الراحل أحمد راضي رحمة الله عليه إلى ملعب الكابتن شرار حيدر. كرة لعبت للأمام، وصلت عند حارس المرمى، كرة عند علام هاوي، من هناك غادرت تماس لمصلحة نادي ديالى. جمهور وتبديل بصفوف نادي ديالى بدخول بهذه اللحظات. ديالى يجري تبديل، يغادر حسين يونس. كرة من هناك بهذه اللحظات، يحاول كرة للأمام والإبعاد. الكرة لا زالت لمصلحة نادي ديالى بهذه اللحظات، يبحث لا زال من هناك، يحاول المرور. شهاب الصالحي، كرة لا زالت، عادت محمد سادات، لا زالت بهذه اللحظات في وسط الملعب، عادت عند مصطفى مؤيد. من هناك يحاول، كرة عادت عند حارس المرمى. من هناك ديالى يبحث في هذا الشوط عن العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل. جمهور ينتظر وهو حاضر، وبالتأكيد الآن يحصل على مؤازرة وتشجيع من جمهور ديالى. كرة من هناك لمصلحة النفط، ولكن عادت لمصلحة نادي ديالى. عودة الكرة عند وسام محمد، ثامر الصالحي لمصلحة شهاب الصالحي أو مصطفى مؤيد للأمام، يحاول فيها، يندفع بكرة خطيرة للأمام ولكن الإبعاد. هذا إبراهيم موسى هارون اللي اشترك قبل قليل، إبراهيم موسى هارون المحترف النيجري يشترك بهذه اللحظات. وأيضا اشترك اليمني عبد المجيد محمد، هذا اليمني تبديلين بدفعة واحدة لنادي ديالى، عبد المجيد محمد مع إبراهيم موسى هارون. يعني هذا التبديل الرابع بصفوف نادي ديالى. كرة تلعب خطيرة للأمام ولكن مرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب، كانت خطيرة لهذا اليمني عبد المجيد محمد. شوف هذه الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الميدان. هذا يامن الزليفاني، يامن الزليفاني 46 سنة لهذا الرجل، عمل في عدة دول، عمل في تونس وفرنسا وفي موريتانيا، وأيضا عمل في السودان وعمان وفي السعودية والجزائر. ولكن هو بدأ مسيرته التدريبية كمساعد في الدوري التونسي، بعد ذلك يعني تولى قيادة نادي أبها السعودي في عام 2012، وأيضا درب نادي أفسي نواذيبو الموريتاني، وأيضا في السودان درب نادي المريخ السوداني، وأيضا الظفار العماني. كرة عند حارس المرمى، من هناك علام هاوي يحاول فيها في وسط الملعب، لمسة يا سلام للأمام ولكن أقرب عند سامسون، والإبعاد من جولي. كرة من جديد
في وسط الملعب سامي هين البوركيني إلى كرار رزاق للأمام بالراس، إبعاد ممتاز في الكرة الماضية من شهاب الصالحي. الكرة لا زالت على جهة اليسار، هذه خطيرة عند إبراهيم موسى هارون والإبعاد. الكرة عادت عند محمد السادات المحترف الغاني لستار ياسين. الإبعاد يأتي من هنا، يحاول فيها والإبعاد من دفاعات ديالا. الكرة من هناك، ديالا لا زال يبحث، يحاول من معادلة النتيجة في هذا اللقاء. كرة من جديد مصطفى، مباراة يؤمر بتنفيذ الخطأ من مكانه. الدولي مهند قاسم. شوف هذه الكرة الماضية بين مصطفى مؤيد ومحترف نادي النفط. كرة عند شهاب الصالحي بالراس من جديد، موتاري أومادو. عاد الكرة من جديد عند نادي ديالا، ولكن مرت على ثامر الصالحي اللي عنده بطاقة صفراء في هذه المباراة. رمية جانبية. هل يحقق نادي النفط انتصار في هذه المباراة؟ تبديل يأتي بصفوف نادي ديالا، يشترك علي كريم يشترك بهذه اللحظات، ويغادر أيمن محمود التونسي، ويشترك علي كريم بهذه اللحظات. هذا التبديل الخامس بصفوف ديالا في هذه المباراة. كرة أمامية من هناك، يحاول المرور ولكن راية مرفوعة بوجود خطأ، والبطاقة الصفراء على محمد سادات المحترف الغاني، يحصل على البطاقة الصفراء بهذه اللحظات. شوف هذه الكرة الماضية والمخالفة لمصلحة البرتقالي ديالا، والبطاقة الصفراء على سادات المحترف الغاني. كرة داخل منطقة الجزاء، حاول فيها اليمني، عادت في وسط الملعب من محمد محسن. من هناك استقبال على الصدر، ولكن الراية مرفوعة بوجود خطأ على وقاع رمضان اللي عنده 4 أهداف في هذا الموسم. سجل على الأمانة، وسجل هدفين على زاخو، وسجل على الكهرباء. كرة اللعب للأمام بالراس والإبعاد. الكرة من جديد محمد، ولكن طالت، مرت تماس لمصلحة نادي النفط. هذا الكابتن محمد محسن. رمية جانبية، كرة عند سادات، عادت لمصلحة ديالا في وسط الملعب. وليد كريم والدخول ممتاز، هذه خطيرة عند أمادو، موتاري أمادو المحترف النيجري. مصطفى لعب كرة أمامية، ولكن وصلت عند حارس المرمى حسين علي الجولي، اللي سبق وان لعب لأربيل. بالنسبة لحارس مرمى نادي النفط، كرة اللعب أمامية في وسط الملعب من هناك، ولكن أقرب عند حارس المرمى وسام محمد. تحدث عن الدوري العراقي، تحدث عن 6 محافظات غائبة عن دوري النجوم في هذا الموسم: كركوك وصلاح الدين وواسط وكربلاء والديوانية والسماوة. 6 محافظات غائبة
عن دور النجوم في هذا الموسم، ونتمنى عودتها من جديد. بينما كرة عند ماوي وخطيرة لمصلحة ديالا، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب من هذا اليمني عبد المجيد محمد، وكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. دهوك، ناديين يمثلون نادي دهوك مع زاخو، لكن شاهدنا الأنبار مع نادي القرمة، وأيضا عودة الناصرية من جديد محافظة ذيقار مع نادي الغراف. تحفة معمارية رائعة ومباريات جميلة نشاهدها في ملعب الناصرية، وهذا طبعا كما ذكرت يعني كله في مصلحة دورينا، ونتمنى أن نشاهد المزيد. وديالا أيضا واحد من الأندية اللي حقيقة أيضا إضافة جميلة لدورينا خاصة في هذا الموسم. سامي هين لمصلحة نادي النفط، ولكن هذه كرة خطيرة أمامية، الله، والإبعاد عياد عبد فرحان بكرة عرضية ممتازة، والإبعاد إلى ركنية تأتي بهذه اللحظات لمصلحة نادي ديالا. خلاص هي آخر 9 دقائق متبقية على الوقت الأصلي من هذه المباراة. هل سنشاهد نادي النفط يحقق انتصار في هذه المباراة؟ ركنية الآن لأصحاب القمصان البيضاء بالزي الاحتياطي في هذه المباراة. النادي البرتقالي يبحث عن معادلة النتيجة. كرة اللعب أمامية، الركنية خطيرة ومرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركنية أخرى تأتي لمصلحة نادي ديالا. سيف كريم ربما قد يشارك. ركنية لديالا، أيمن محمود، يا سلام، الله، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة عند حسين علي جولي، عند جولي. ديالا يبحث، لا زال يريد. تحدث عن نادي النفط. نادي النفط أكثر فريق تعادل هذا الموسم. نادي النفط أكثر فريق تعادل هذا الموسم ب5 مباريات. تخيل عزيزي المشاهد، نادي النفط 5 مباريات تعادل في 10 جولات. وسنتحدث عن المباريات اللي تعادل فيها نادي النفط بعد هذا التبديل. وليد كريم يغادر ويشترك بهذه اللحظات سيف كريم. إذن هو التبديل الأول بكتيبة المدرب عادل النعم. هنا بطاقة صفراء، أيضا بطاقة صفراء على لاعب نادي ديالا أحمد خالد، أيضا يحصل على البطاقة الصفراء. كثيرة هي البطاقات الصفراء في هذه المباراة. وكنت أتحدث عن المباريات التي تعادل بها نادي النفط في هذا الموسم، 5 مباريات تعادل فيها، مع نادي الطلبة بتعادل سلبي، تعادل سلبي مع الطلبة ومع دهوك ومع الجوية ومع نادي النجف. أيضا تعادل مع الكرخ بهدفين لهدفين. بالنسبة لنادي النفط في هذا الموسم اللي كما ذكرت تعادل في 5 مباريات، هو أكثر فريق تعادل في هذا الموسم لغاية الآن. ولكن اليوم يحقق انتصار. نادي النفط اللي لم يحقق انتصار في آخر 5 جولات. نعم، آخر 5 جولات لم ينتصر نادي النفط، ولكن اليوم يحقق انتصار
على نادي ديالا لغاية الآن. كرة من جديد، مخالفة لوقاع رمضان اللي سبق واللعب للمنتخب الأولمبي في المشاركة الآسيوية اللي كانت في أوزبكستان. كرة ثابتة، علي كريم على التنفيذ لمصلحة نادي ديالا. تلعب الكرة عالية وأمامية خطيرة، ولكن عند جولي، وصلت عند حسين علي جولي. كرة من هناك على جهة اليسار لمصلحة نادي النفط. كرة أمامية ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. طبعا الفريقين لديهم مباراة صعبة في الجولة القادمة. ديالا يستضيف الزوراء، بينما النفط سيحل ضيفا على نادي الغراف في ملعب الناصرية في الجولة القادمة، الجولة 12 من دورينا. أمادو يغادر، ويشترك بهذه اللحظات عمار غالب. عمار غالب يشترك ويغادر موتاري أمادو المحترف النيجري. وهنا المدرب عادل النحو اللي تلقى بطاقة حمراء في بداية المباراة، وبقى يتفرج على المواجهة، وفريقه متقدم بهدفين لهدف بعد أن قلب النتيجة. تقدم ديالا أولا نعم، ولكن عاد النفط بإصرار وعزيمة. نادي ديالا ليس بالمستوى المطلوب في هذه المباراة حقيقة. كرة من جديد يحاول فيها بهذه اللحظات كرار مع سامي هين. كرة خطيرة، عمار غالب، هذا خطير. عمار، لا زالت كرة سامي هين، محاولة للأمام ولكن الإبعاد. عادت من جديد عند كرار رزاق، تسديدة ولكن الكرة مرت بعيدة تماما خارج أرضية الميدان. مرت بأمان وبسلام على مرمى وسام محمد. شوف هذا عمار، لاعب الذي اشترك في الشوط الثاني قبل قليل، وهذه الكرة الماضية اللي كانت لسامي هين والمطالبة بوجود لمسة يد. مصطفى مؤيد، محمد محسن، من هناك كرة عادت شهاب الصالحي على جهة اليسار، مقطوعة. عادت عمار غالب يلف ويدور. عادت من جديد كرار رزاق، تمريرة سحرية وممتازة. وليد كريم للأمام، ولكن وليد لم تكن كرته بالشكل المطلوب. وصلت لدفاعات ديالا. الآن يندفع بهذه اللحظات، يريد معادلة النتيجة وإرضاء هذه الجماهير التي جاءت من ديالا لمؤازرة النادي في هذه الأجواء الباردة. وديالا يبحث ويحاول بكرة عالية ورأسية، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. كانت عن طريق علي كريم اللي اشترك في الشوط الثاني بكرة عرضية ورأسية من علي كريم، ولكن مرت بأمان. شوف هذه الكرة الماضية اللي عن طريق اليمني عبد المجيد محمد. شوف هذه الكرة الماضية وبالراس كانت عن طريق علي كريم. كرة للأمام من هناك من ثامر الصالحي، مرت تماس لمصلحة ديالا. كرة من جديد من شهاب الصالحي، وكرة أمامية
من جديد يحاول فيها وقاع رمضان، ويحاول فيها بهذه اللحظات ديالا في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة، يحاول معادلة النتيجة، التقدم لمصلحة نادي النفط، والآن يندفع للأمام بكرة خطيرة لمصلحة النفط. هسه نشاهد هدف ثالث، ولكن أقرب عند حارس المرمى وسام محمد. كرة من جديد لمصلحة النفط، من هناك لاعب ساقط على أرضية الملعب يشكو من إصابة، وحكم المباراة الدولي مهند قاسم يضيف 12 دقيقة كوقت بدل ضائع على نهاية هذا اللقاء. 12 دقيقة طويلة في عالم كرة القدم وكل شيء وارد فيها. هذه فرصة لنادي ديالا ليعود في المباراة، ولكن 12 دقيقة هي أيضا طويلة على نادي النفط المتقدم بهدفين لهدف، ويريد الحفاظ على تحقيق الفوز في مباراة اليوم. كرة من هناك، حاول أمامية ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. أكبر حصيلة تهديفية كانت الجولة الرابعة ب31 هدف، الجولة الرابعة شاهدنا فيها 31 هدف، بينما أقل جولة شاهدنا فيها أهداف هي كانت الجولة الثامنة ب13 هدف، 13 هدف في الجولة الثامنة فقط، هي الأقل من بين كل أهداف الجولة. ولكن يعني لدينا 3 جولات على التوالي كان فيها 4 تعادلات، الجولة الثامنة والتاسعة والعاشرة، هذه الجولات كان فيها التعادل حضر في 4 مباريات. ولكن الفريق الوحيد اللي لم يتعادل لغاية الآن هو نادي أمانة بغداد. نعم نادي النفط هو أكثر من تعادل في 5 مباريات، ولكن أمانة بغداد الفريق الوحيد الذي لم يتعادل حتى الآن. أربيل الأكثر فوز ب8 انتصارات، والوحيد الذي لم يخسر لغاية الآن بالنسبة لنادي أربيل. لكن هذه كرة خطيرة ومحاولة وبالراس وبعدت، الكرة لا زالت نادي ديالا يبحث بهذه الدقائق، هذه فرصة عن طريق اليمني، من هناك الكرة لا زالت لمصلحة البرتقالي، لكن هذه المرة بالقمصان البيضاء يحاول بهذه الدقائق، ولكن كرة مرت من هناك إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. كنا نتحدث عن المتصدر أربيل الذي بدأ موسم 2007 ب14 مباراة بدون هزيمة. هل سيستمر في هذا الموسم؟ والبطاقة الصفراء أيضا على جولي يتلقى البطاقة الصفراء بهذه اللحظات. فريق القاسم الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار لغاية الآن، وهو الأكثر خسارة ب10 مباريات، وأيضا الأضعف هجوميا لديهم فقط هدفين، والأضعف دفاعيا أيضا عليهم 27 هدف. حقيقة نتمنى يعني التفاتة لنادي القاسم على ما يمر به من ظروف صعبة في هذا الموسم، لكن ديالا يبحث ولا زال يواصل، يريد معادلة النتيجة. الله على هذه التمريرة، ولكن الإبعاد، الكرة لا زالت من هناك، عادت والإبعاد من الدفاعات النفطية، ولكن أقرب للدفاعات نادي ديالا كانت عن طريق محمد محسن. كرة من جديد عادت عند حارس المرمى، تحضير من الخلف وبناء اللعب في اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء.
في الوقت البدل ضائع. هل سيعود ديالا ويعدل النتيجة في هذه المباراة؟ جمهور ديالا ينتظر خلف الشاشات يترقب أن يعود نادي ديالا في مثل هكذا أوقات. مصطفى مؤيد وكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. يامن الزلفاني غير راضي على الكرة الماضية. ستار ياسين والنتيجة لغاية الآن النفط متقدم بهدفين لهدف. كرة اللعب أمامية من هناك عند حسام ولكنها مقطوعة، عادت لمصلحة نادي ديالا بهذه اللحظات. كرة عادت من جديد عند شهاب الصالحي. كرة عادت لمصلحة نادي ديالا. هنا هجوم حسن وشاهد، عودة لنادي ديالا في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل ضائع. هذه الكرة بالراس وابعاد من هناك من جديد. ستار ياسين يلعب كرة أمامية. مصطفى مؤيد أقرب عند حارس المرمى وسام محمد، عادت عنده مصطفى. كرة لمصلحة نادي ديالا. ديالا يبحث، لا زال يتواصل في اللحظات ودقائق البدل ضائع من العودة للمباراة. ديالا الذي خسر من أمام القوة الجوية بهدفين، لكن هنا فرصة لمصلحة نادي النفط. هذه كرة محاولة بالراس، جول ثالث ولكن الراية مرفوعة بوجود حالة تسلل على حسام جاد الله. حالة التسلل وهدف يلغى لنادي النفط. شوف هذه الكرة الماضية، هذه الكرة الجميلة والتمريرات. هل كان حسام جاد الله في موقف تسلل؟ حالة تسلل كانت على حسام جاد الله. تبديل الآن، يشترك الآن علي ماجد يشترك بهذه اللحظات، وأيضا مشتاق طالب. علي ماجد ومشتاق طالب يشتركون بهذه اللحظات بصفوف نادي النفط. كرة عادت لمصلحة نادي ديالا بهذه اللحظات. كرة على جهة اليسار عند علي كريم. كرة من جديد علي، من هناك مصطفى مؤيد. نادي ديالا يبحث بهذه اللحظات، ولكن الكرة عند حارس المرمى حسين علي جولي. ديالا هل سيخسر في هذه المباراة بعد أن خسر في مباراة الميناء وخسر في مباراة الجوية؟ بينما النفط أقرب لتحقيق الانتصار بعد غياب 5 جولات. علي كريم على جهة اليمين. كرة من جديد، هذه محاولة خطيرة، ولكن الكرة أقرب عند حسين علي جولي. نادي النفط اللي يعني في هذه المباراة يعني لعب بغياب ديار ياخي بسبب يعني الحرمان بالبطاقة الحمراء في المباراة السابقة، وأيضا إصابة محمد عدنان. مع ذلك نادي النفط غاية الآن متقدم بهدفين لهدف. كرة من جديد من هناك على جهة اليمين
علاء مهاوي، يا سلام، لمسة ممتازة، محاولة صناعة فرصة، وهذه كرة خطيرة ولكن بالراس. الإبعاد، نادي ديالا لا زال يبحث ويواصل، يريد العودة في هذه المباراة، بينما هنا هجوم مرتد، والهجوم المعاكس لمصلحة نادي النفط، ولكن الكرة مرت من هناك أقرب لدفاعات نادي ديالا. كرة من جديد لمصلحة ديالا بهذه اللحظات. نادي النفط الموسم الماضي بالمركز السادس ب59 نقطة، وفي هذا الموسم يحاول التقدم في الجدول الترتيب. حالة تسلل، دقيقتين متبقيتين على نهاية الوقت بدل ضائع. شوف هذه الكرة الماضية وقع رمضان، ولكن حالة التسلل. كرة لعبت عالية للأمام، مصطفى مؤيد عند حارس المرمى. مباراة أقرب لانتصار نادي النفط، إلا إذا وجمهور ديالا أيضا يترقب وينتظر في اللحظات الأخيرة من يعود نادي ديالا من جديد في هذه المباراة. كرة من جديد من هناك، تلعب عالية وللأمام، هذه خطيرة لمصلحة نادي ديالا، فرصة ضاعت. كان بالإمكان أن يسجل نادي ديالا بهذه اللحظات، كان قريب، ولكن كرة تمرت ولا زالت من هناك الكرة عند ثامر الصالحي، محاولة بناء فرصة جديدة لمصلحة البرتقالي بهذه اللحظات. علاء مهاوي لعب كرة عالية داخل منطقة الجزاء، والإبعاد من كرار رزاق إلى ركنية، والمطالبة بالعودة للفار على الكرة الماضية. هناك ركنية تأتي لمصلحة نادي ديالا. شوف هذه الكرة الماضية، هذه الفرصة، هل فيها مخالفة؟ شوف هذه الكرة الماضية كانت بين إبراهيم موسى هارون وبين أيضا جويل تشوف الكاميروني. حكم مباراة يؤمر بالاستمرارية. الكرة تلعب عالية وللأمام بالراس داخل منطقة الجزاء. الكرة من جديد يحاول فيها علي كريم، علاء مهاوي للأمام والإبعاد. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، هل هي صافرة النهاية؟ نعم، صافرة النهاية. أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تأتي صافرة النهاية من الدولي الحكم مهند قاسم، معلنة عن نهاية هذا اللقاء بانتصار نادي النفط بهدفين لهدف. أيها الأحبة تقبلوا تحياتي معلق المباراة يوسف جميل. إن شاء الله ألتقيكم في مواعيد رياضية قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.